ودعمنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، هذا فضلا وليس أمرا، وشكرا. تجنب الدولي إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد الإسباني مجددا الحديث عن إمكانية تمثيله المنتخب الوطني المغربي مستقبلا على حساب إسبانيا، مؤكدا أنه في الفترة الحالية يصب كامل تركيزه مع فريقه في ظل مشاركته رسميا في المباريات الأخيرة. وفي هذا الصدد قال إبراهيم دياز في تصريحات إعلامية: كما ذكرت، أنا أركز على ريال مدريد، هذا هو المكان الذي أريد أن أنجح فيه، وأريد الاستفادة من كل دقيقة للحصول على المزيد من وقت اللعب. وتابع اللاعب النادي الملكي: كما يقولون، سيأتي كل شيء في وقته، وما زلت أركز على ريال مدريد، وأنا مقتنع بأن الفرص ستظهر في الوقت المناسب. وكان دي لا فوينتي مدرب المنتخب الإسباني قد أوضح في تصريحات له عقب إعلانه عن قائمة لاروخا لمواجهة كل من قبرص وجورجيا في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024 في التوقف الدولي الماضي، أوضح أن رغبة اللاعب هي المفتاح، وذلك يتمثل في عدم قبوله التواجد في مكان ما أو تفكيره بأنه سيشعر بالراحة في مكان آخر. وأضاف مدرب المنتخب الإسباني في التصريحات ذاتها حسب ما نقلته صحيفة ماركا أنه على حد علمه إبراهيم دياز لم يقل إنه لا يريد الانضمام إلى منتخب إسبانيا، مشيرا إلى أنه استمع إليه ناتج عن شعوره بالحماس للالتحاق بلاروخا. شكرا على اهتمامكم، المرجو الاشتراك في القناة وكذا الضغط على زر إعجاب وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.